من ألذ السلطات اللي الكل بيحبها هنعمل بنجر بطريقة سهلة جدا. أنا منى أشرف. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي فولو لايك شير وما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. أول حاجة هسلق البنجر. لازم المية تكون مغطية البنجر علشان تتسلق، وتغطوها برضو بأي غطا علشان تتسلق بسرعة. هدخل بقى فيها الشوكة علشان أتأكد إن هي استوت. طالما الشوكة بتدخل بسهولة وبتطلع بسهولة يبقى كده استوت معانا. بعد ما صفيتها من المية غسلتها بمية ساقعة علشان لما اجي اقشرها ما تكونش سخنة على ايدي قوي. في اي طبق غويط بقى هبدأ اقشر البنجر. بشيل بالسكينة كده الحتت الناشفة بس، وبعد كده ببدأ اشيلها بايدي بالطريقة دي. هي في ثواني بتتقشر معاكم. البنجر من احلى السلطات اللي بتتعمل وما بتاخدش وقت وسهلة قوي في تحضيرها، وجميلة جدا لما تتعمل مع اي اكل. كده تمام. هبدأ بقى اقطع نفس الطريقة الكمية كلها. بصوا بتتقشر في ثانية، ما بتاخدش وقت. هقشر بقى الكمية كلها لغاية ما اخلصها. بعد بقى ما قشرت الكمية كلها هبدأ اقطعها. قطعوها بقى الشكل اللي انتوا بتفضلوه. انا هقطعها قطع صغيرة كده الى حد ما. هقطع بقى الكمية بتاعتي كلها لغاية ما اخلصها. وكمان وانتوا بتسلقوا البنجر لما المية تقل منها فلازم تزودوها مية علشان تستوى. وكمان الحجم الكبير بياخد وقت اكتر في السوى من الحجم الصغير، فخدوا بالكم ان كل شوية تزودوها مية. بعد ما قطعت البنجر بقى هبدأ ارجعه في الطبق الغويط تاني. هضيف بقى عليه 3 معالق كبيرة من العسل. ممكن عادي تبدلوها بالسكر، بس انا فضلته اعمله بطريقة صحية شوية. وهضيف كمان عصير ليمونة واحدة. وكمان هضيف معلقتين كبيرة من الخل. اخلط بقى كله كده مع بعض كويس. اخر حاجة بضيفها له رشة بسيطة كده من الشطة. دي اختياري للي حابب يحطها عادي، واللي مش حابب مش هتفرق اصلا كتير. هقلبها بقى تاني واشيلها في التلاجة ساعة كده او ساعتين. ودي بعد ما طلعتها من التلاجة بصوا نزلت الصوص بتاعها وكده جاهزة مع الأكل. طعمها تحفة جدا. جربوها هتحبوها قوي بالطريقة دي، وألف هنا.